السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ يا ريت تكونوا بخير واتمنى دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل كفتة داوود باشا. كفتة داوود باشا بتتكون ببساطة شديدة جدا كرات لحمة حمراء مع ملح طبعا وفلفل اسود وبهار لحمة مشكل. واساسي جدا في كفتة داوود باشا يكون فيه القرفة. القرفة بكمية بسيطة يعني نص معلقة كده ولا حاجة. وطبعا في مكونات الصوص بتاعها كمان هنحط صلصه حمراء وتوم وبصل ناعم وبصل مبشور. البصل المبشور دلوقتي هنخلطه مع اللحم. يلا بينا نروح لوصفتنا النهارده. اللحمه بتاعتنا البصل اهوت، نحط عليه المكونات اللي احنا الملح بتاعنا، القرفه، والقرفه سنه بسيطه نص معلقه صغيره كده، بس دي اساسيه في كفته داوود باشا. فلفل اسود معلقه كبيره، بهار مشكل، برضو معلقه كبيره، سنه صغيره بيكنج باودر، وده عشان يخلي الكفته بس هشه وطعمه شويه. دي كده المكونات بتاعه الكفته، نخلطها مع البصل اهيت. كده اتخلطت مع البصل المبشور. البصل المبشور ده النص كيلو مثلا عليه بصلتين مبشورين، بصلتين حجمهم متوسط كده. البصلتين المبشورين متصفيين جدا من الميه اللي فيهم، يعني مفيش اي ميه في البصل. هنبتدي نحطهم على اللحمه. المهم بعد ما حطينا المكونات كان لازم بقى نخلط البصل مع الكفته خلط كويس جدا، يعني كده بلغه الطباخين او بلغه الشيفات تبقى مسمغه عشان نعرف نكورها. كده عمالين نخلط في الكفته اهيت لغايه ما نحس ان البصل اتخلط مع اللحمه كويس، وبقت اللحمه زي ما بنقول كده مسمغه. اللحمه طبعا الكرات يستحسن تبقى متوسطه، ويا ريت الكرات تبقى قد بعضيها يعني. كده نحاول الاحجام بتاعتنا تبقى متساويه الى حد كبير، عشان في التسويه تبقى يعني كلها تستوي مع بعضيها وتبقى الامور ماشيه تمام. زي ما احنا شايفين كده بنكور اللحمه بطريقه طبيعيه وبحجم متساوي. وبكده خلصنا المرحله دي، مرحله التكوير بتاع الكفته. هو احنا ممكن نحمر على كده على طول في السمنه، ويا سلام السمنه البلدي، لان هي الوصفه اصلا اتعملت بالسمنه البلدي، الوصفه اصلا معموله بالسمنه البلدي. هنبتدي نحط الطاسه بتاعتنا على النار. معلقتين سمنه بلدي حلوين. الكرات بتاعت اللحمه ممكن قوي كده تحمر على طول، وممكن نديها تعفير الدقيق صغيره. بس ما نكترش دقيق عشان ما يتقلش مننا الصوص، لان الدقيق بيربط الصوص.
كده تمام، جاهزين على التحمير. وادي السمنه البلدي المحترمه، طبعا ما فيش مانع انها تتعمل بزيت او زبده، حتى لو يعني لو الدنيا ما فيهاش غير الزبده ممكن نعملها بزيت، لكن السمنه البلدي ده الاساس بتاع الوصفه، وممكن بزيت. وبعد ما السمنه سخنت كده كويس نبتدي نحط الكرات بتاعتنا. كنت نسيت حاجه اقول لكم عليها، انه يستحسن قوي في اللحمه بتاعه داوود باشا تبقى نسبه الدهون فيها يعني من 10 ل 15%، انما لو كفته سيخ يبقى المفروض 20%. دي يعني معلومه على الطاير كده، انا كنت نسيت اقولها لكم في الاول. طبعا بنقلبها بحرص شويه كده عشان ما تستنى متماسكه. طبعا هي في المرحله دي مش لازم تستوي قوي، انها كده كده هتكمل سواها في الصلصه، لكن لازم تاخد لون. طبعا اللي لونها لون كده ونبتدي نطلعها. اللي لونت اول باول بنطلعها. بعد ما طلعنا كل الكرات بتاعتنا نحطها في جنب كده ثواني، ونيجي ننزل دلوقتي في نفس الطاسه بالبصله المفرومه. بعد ما البصله تدبل كده شويه نبتدي نحط الفصين التوم بتوعنا. الله، ريحه التومه ابتدت تدي نكهه جامده قوي للبصله. يعني البصله تدبل بس تدخل في الاصفرار كده. البصله كده دخلت في السوا تمام، مش لازم تحمر قوي او مش لازم تحمر اصلا، يعني يا دوبك تبقى صفرة كده تمام. نبتدي ننزل عليها بمعلقه صلصه كريمه، طبعا نص معلقه سكر كده عشان نعادل الحموضه بتاعت الصلصه. نبتدي ننزل بصلصه الطماطم بتاعتنا، يعني كوبايه ونص طماطم، صلصه طماطم. نحط على الصلصه نفس التوابل اللي كنا بنحطها، اللي كنا حطيناها على الكفته، بس ممكن نستغنى عن القرفه. ادي شويه ملح، معلقه صغيره كده ملح، فلفل اسود، بهار لحم، كده كفايه قوي. نبص على الصلصه بتاعتنا كده اتسبكت تمام قوي اهي، حلوه قوي كده. نبتدي نسقط فيها الكرات بتاعه الكفته. سقطنا الكرات بتاعه الكفته كده زي الفل. نديها بس كده نص كوبايه ميه، زي الفل، تغلي غلوه حلوه كده.
من 5 ل10 دقايق، اكتر من كده مفيش، وتبقى الكفته بتاعتنا جاهزه للغرف. وبعد ما قعدت كرات اللحم بتاعت كفته داوود باشا في الصلصه من 5 ل6 دقايق، غلت غلوه كويسه كده، استوت وزي الفل. هنبتدي نغرفها. طبعا كفته داوود باشا بتتاكل مع رز ابيض، ده الاساس معاها، وكمان ممكن تتاكل مع عيش بلدي زي الفل زي كده، تعمل ودن قطه وتغمس من الصلصه. نغرف الاول طبق الرز. يا سلام، ايه الحلاوه دي والجمال ده! وبكده عملنا احلى كفته داوود باشا مع الرز الابيض، وزي الفل. احلى كفته داوود باشا مع الرز الابيض. وده طبق تاني عشان ناكله بالعيش ودن القطه ونغمس كفته داوود باشا. وبكده نبقى خلصنا وصفتنا النهارده. اتمنى من حضراتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تجربوا الوصفه في